القصة دي بقى من أحلى حكاياته. جحا في يوم من الأيام نزل السوق مع ابنه الصغير ومعاهم الحمار بتاعهم. جحا قال لابنه: اطلع يا ابني اركب الحمار، انت لسه صغير ورجليك هتتعب. الواد ركب وفرحان. بس أول ما دخلوا السوق الناس اتلمت وقالت: ايه العيب ده؟ ازاي الواد يركب وابوه الكبير ماشي على رجليه؟ ده قلة أدب. جحا بص لابنه وقال له: انزل يا ابني، الناس مش عاجباها. الواد نزل وجحا ركب. الناس وقفت وقالت: شوفوا يا جدعان، الراجل الكبير راكب وسايب الواد الغلبان يمشي برجليه، ده ظلم. جحا اتضايق وقال لابنه: اطلع ورايا نركب سوا كده نرضيهم. الواد طلع ورا جحا والحمار ماشي شايلهم. الناس بقت تصوت وتضحك. بصوا عليهم، مش سايبين الحمار في حاله، هيقع من التعب. جحا قال: طب ننزل احنا الاتنين ونمشي. نزلوا فعلا وماشيين هما والواد والحمار فاضي. الناس قالت: شوفوا عليهم، معاهم حمار وماشيين على رجليهم، دول عيال عبيطة. ساعتها جحا وقف في نص السوق وقال: يا جماعة، إرضاء الناس غاية لا تدرك. يعني مهما عملت هيفضلوا يتكلموا، مرة يقولوا عليك كده ومرة كده، وفي الآخر عمرك ما هتعجب الكل. فخليك على اللي انت شايفه صح ويريحك، وسيب كلام الناس على جنب. القصة دي بسيطة جدا بس مليانة حكمة. لو فضلت تدور على رضا كل الناس هتتعب.